للأسف الشديد في ناس عايشين في البلد هنا ناقمين على العيشة وكارهين البلد وبيتمنوا إن البلد تتعرض لانكسارات وعايزينها تروح في داهية. هم ناس فشلة، لو خرجوا بره مصر هيعرفوا حقيقتهم كويس قوي وهيتكشفوا كويس قوي. الناس دي بقى كل شغلها مهاجمة البلد على صفحاتهم وانتقادها، يحاولوش يعرضوا أي شيء إيجابي زيهم زي قنوات التحريض على مصر، أسامة جويش، معتز مطر وغيرهم من قنوات اللي نفسها توقع مصر. في الأزمة الاقتصادية العالمية دي كل الدول اتأثرت ومصر من الدول اللي اتأثرت بالأزمة دي. طيب انت دورك كمواطن هنا تقدر تعمل ايه؟ دورك انك تشتغل في مجال عملك بمنتهى الجدية والإصرار وتخلص في عملك وتحاول تكون نقطة إيجابية للبلد. ادعم السياحة بتاعتها بدل ما انتوا بتحاربوا السياحة يا مصريين. كتير جدا متشددين جدا تجاه السياحة، مع ان السياحة دي هي المخرج لإنقاذ مصر وشعبها من الظروف الاقتصادية الطاحنة دي. لما يجي السائحين مصر لازم نقابلهم كويس من أول ما بيوصلوا المطار، ضباط الجوازات، الجمارك، التاكسيات. كل واحد فينا يقدر يكون إيجابي وينقذ بلدنا ويساعد، بس يكون عنده ضمير. وخلوا صفحاتكم على السوشيال ميديا دعاية لمصر، نزلوا أي أماكن سياحية في البلد. بلدنا جميلة فيها تلت آثار العالم. السياحة الدينية، كل واحد يعمل دور ويروج للبلد بفكرة كويسة ممكن تكون سبب لخير على بلدنا.